تثبيت تهمة ازدراء الأديان على الفنان عادل إمام قبل احتمال الطعن يفتح باب الجدل مرة أخرى حول مستقبل الحياة في مصر. على الرغم من تعهد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين باحترام الحرية الفنية، إلا أن بعض السلفيين وجدوا في عادل إمام ربما بداية قمعهم لحرية الفن في مصر، وذلك بعدما أقام محام سلفي دعوى على الممثل عادل إمام يتهم فيها بازدراء الإسلام من خلال مجموعة من الأعمال الفنية، فتحكم المحكمة ثم تؤيد الحكم بحبس الفنان غيابيا لمدة 3 أشهر وتغريمه 100 جنيه. الجديد بقى ان محكمة جنح العجوزة هتنظر في دعوى قضائية جديدة ضد عدد من الفنانين والكتاب عن أعمالهم مع الفنان عادل إمام، هم تحديدا الكتاب لين الرملي ووحيد حامد، والمخرجين شريف عرفة ومحمد فاضل ونادر جلال، ولسه شكلها كده ما خفي كان أعظم. احنا في حالة ارتباك متعمد عن قصد. احنا في سمك لبن تمرين. في اختيار واضح جدا لمجموعة الفنانين اللي خدوا موقف وعملوا افلام ضد حركة التطرف المسلح اللي حصلت في التسعينات. الفن بتاعنا بيتقتل وعايزين يقطعوا طريقة الفن. تبدأ حريات البشر من حرية المبدعين. القضية ليست عادل إمام دول أول السلسلة، لكن القضية هي قضية إبداع عام، والإبداع هو بداية الحرية. مفيش حكر على الإبداع. عمرنا ما كنا نتخيل ممكن يوم زي ده يجي. في جنون بيحصل في كل حتة. اللي بيحصل ده تصفية حسابات. الموضوع فعلا كارثة. حسبي الله ونعم الوكيل في جهله. انتوا طيور الظلام. احنا عملنا ثورة علشان نرجع بالحرية لورا. لا تغفل ولا تنام. لا تغفل ولا تنام. إذا اتحدث عادل إمام. لو سكتنا على حرية الفن وإنها تبقى ليها قوانين وبتتحاكم وبتتقاضى وبتتحبس، بكرة يحاسبوني على رأيي ويحاسبوك على رأيك. بندافع عن ملامحنا، عن ثقافتنا، لأن الإبداع هو اللي بيخليك تتخيل. أنا عندي يقين بأن الحكم براءة. قضت محكمة جنح العجوزة بعدم قبول الدعوى المقدمة ضد كل من الفنان عادل إمام ووحيد حامد ولين الرملي وشريف عرفة ونادر جلال بازدراء الأديان لعدم وجود جريمة، وألزمت المحكمة المدعي بأتعاب المحاماة والمصاريف الجنائية. عصام منصور محمد ضد عادل محمد إمام محمد نادر أحمد هلال هلال فتحي عبد الله فكري شريف سعيد حسن عرفة وحيد حامد علي محمد محمود فاضل. حكمت المحكمة عدم قبول الدعوين المدنية والجنائية، عدم الجريمة، ألزمت المدعي المصروفات و50 جنيه أتعاب المحاماة.
الحكم صدر بعدم قبول الدعوه لمفعول من غير ذي صفه ورفض الدعوه المدنيه والزامها وفيها بالمصافات. ده البديهي والبديهي ده متاخر جدا والحمد لله. بقول لهم مصر هتفضل بلد حره وسطيه محترمه وعمر ما يحكمها تيار متطرف. ما يحصلش ما ينفعش يحصل. الحكم النهارده ده اول خطوه في ان احنا نحافظ على حريتنا في الوقت الجاي من اي مصادره لحريه الفكر والابداع في مصر. اثبتنا ان لسه في قضاه عندهم رؤيه، لسه في قضاه بتفهم، لسه عندنا حد نزيه. دي مصر طول عمرها وسطيه وطول عمرنا مسلمين. خطوه من خطوات الدفاع عن الحريه. ما فيش سبب للخصومه ما بين الطرف المدعي والمدعى عليه، فطبيعي ان ما يبقاش في قضيه. مبسوطه جدا ان الحكم النهارده الحمد لله على كل اللي في القضيه طلع براءه. بدل ما يقول الكلام ده يروح يدور على الناس اللي قامت بثوره، الناس اللي موتت ناس ومحدش حاكمهم. قضيه بيتعمل بيها بروباجندا عشان يتكسب بيها مواقف اخرى. القضاء العادل اللي المفروض كان يحصل من الاول، ودليل على ان عدم